غنشوفوا طريقة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد اللي هو مكون أساسي لمنظومة جديدة وضعتها الدولة كتمكن برامج الدعم الاجتماعي من تحديد الأسر اللي تقدر تستافد حسب الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ديالها. تسجيل مجاني ويبقى ديما مفتوح ويقدر يدار بجوج طرق. الطريقة الأولى كتكون عبر الموقع reçu.ma وما كتحتاج لا وثائق ثبوتية لا انتظار لا تنقل. كيدخل رب الأسرة ولا شي واحد اللي كيعاونو للموقع reçu.ma ويضغط على زر إيداع الطلب عبر البوابة الإلكترونية وكيتبع المراحل من أجل إنشاء حساب الأسرة. من بعد إنشاء الحساب كيدخل رب الأسرة المعلومات المتعلقة بأفراد الأسرة كاملين اللي عايشين معاه حتى الأطفال. بالنسبة لكل فرد خاصو يدخل المعرف الرقمي ديالو إضافة إلى بعض المعلومات كصلة القرابة، المستوى الدراسي والوضعية المهنية. من بعد كندوزو لمرحلة إدخال بيانات الاجتماعية والاقتصادية. هنا كيصرح رب الأسرة بعض المعطيات بحال نوع السكن وشحال كيجي شهريا في الموضوع والتليفون، وفي الأخير كيبان ملخص ديال البيانات اللي خاص يوافق عليه. وهكذا كتكون عملية طلب تسجيل سالات. هاد الطريقة اللي شفنا سهلة وما كتحتاجش تمشي للملحقة الإدارية، ولكن خاص كل أفراد الأسرة الراشدين يكونوا صرحوا بأرقام الهاتف ديالهم منين تسجلوا في السجل الوطني للسكان، حيت ملي كيكون رب الأسرة كيسجلهم غيتوصلوا برقم السري على الهاتف وخاصهم يعطيوه ليه. الطريقة الثانية للتسجيل كتستعمل في حالة شي فرد راشد ما كانش صرح برقم الهاتف. هنا رب الأسرة كيدخل الموقع reçu.ma وكيضغط على زر إيداع الطلب مركز خدمات المواطنين. من بعد كيتبع نفس المراحل اللي ذكرنا من قبل. الفرق هو أن في نهاية العملية كتخرج استمارة فيها المعلومات اللي عمر كيطبعها ويوقعها فرد راشد من الأسرة. من بعد كيديها لمركز خدمات المواطنين اللي في الملحقة الإدارية أو القيادة اللي قريبة من محل السكن. الموظف اللي مكلف بهذا الشيء غادي يطلب منه الاطلاع على البطاقة الوطنية اللي كتثبت الهوية ديالو، ياخذ منه استمارة ويعطيه التوصيل. هذا التوصيل خاصو يحافظ عليه حيت كيكون فيه معلومات باش يدخل الحساب الأسرة اللي كيوفر مجموعة من الخدمات بحال إضافة فرد آخر، تغيير البيانات أو معرفة المؤشر الاجتماعي والاقتصادي ديال الأسرة. دابا شرحنا طريقة التسجيل، اجي نعرفوا شنو هو المؤشر الاجتماعي والاقتصادي ديال الأسرة وكيفاش تتحدد برامج الدعم أحقية الاستفادة. كل أسرة كيكون عندها مؤشر اللي هو قيمة عددية كيحسبها النظام المعلوماتي بناء على المعطيات المصرح بها، وكل برنامج دعم اجتماعي كيحدد العتبة ديالو. الأسر اللي عندها مؤشر قل من العتبة هي اللي كيمكن لها تستافد. نبغي نأكد على واحد الملاحظة مهمة. قبل ما الأسرة تقيد في السجل الاجتماعي الموحد خاص كل واحد من أفراد الأسرة صغير وكبير يتسجل في السجل الوطني للسكان ويكون عنده المعرف الرقمي ديالو. وللمزيد من المعلومات زوروا المواقع